اتفضل يابا. تعال يا امي. يا ابني والله ما كان لي لزوم التعب ده. بس تعب ايه بس؟ عيب اللي انت بتقوله يابا، ده تعبك راح. اتفضلوا بس. احنا هنقف على الباب ولا ايه؟ تعالوا اقعدوا. تعال. شكرا يا ابني. شكرا. اتفضل. ده بيتكم برضه، ما ينفعش ما يصحش. شكرا يا ابني. يا ابني مهما كان اللي حصل ما ينفعش ان انت تطلق مراتك وتخرب بيتك بايدك. يا ابني انت اللي يهمنا في الموضوع انت، مش مهم مراتك، المهم سعادتك انت. طالما انت مبسوط احنا مبسوطين. استنى بس، ما ينفعش اطلق من غرفه 60 داهيه. هو ينفع اللي عملته معاكم ده واجي في الاخر اعرف من اخويا؟ يا سيدي كنت اعتبرتها لحظه طيش. لحظه طيش تيجي على امي وابويا؟ طيش مين؟ طاشة تاخدها هي واللي جايبينها. بس انا صعبان عليا ان احنا نخرب عليك يعني. لا ده مش خراب يا بس ابنك إيه؟ راجل يا علي، ما ينفعش ويعرف في الاصول. يعني هو انا هل اعرف ان مراتي طردت ابويا وامي واسكت؟ ازاي هو يعني؟ اللي انت عملته ده صحيح، هو الاصول، بس احنا ما كناش نتمنى ان الامور توصل للشكل ده. انا عارف ان انت مش عايز تخرب على ابنك، بس ده مش خراب يوم. بس دي ما تستاهلش ان هي تعمر بيت. هي لو بنت اصول واهلها عرفوا يربوها كانت حافظت على جوزها وعلى حماتها وحماها. انا عايز اسالك سؤال. اسال. مش انت لما كانت طيبه وكويسه وتقول لك احط ابوك وامك في عينيا، ايه اللي غيرها؟ بس كله بيبان بالمظهر اللي هو على وجه ملاك كده، يا ما تحت السهده وهي يا علي ما تعرفش حاجه في الستات. تعبان ده ولا بلاش ايه بس يا ام والله يا ابني خلي بالك، مرايه الحب عاميه يا ابني. يا بالفعل عاميه، ده عاميه خالص. ده بص مفيش، ده مكسره يا علي مش عاميه. وبعدين هتقعد لوحدك، مين هيكنس لك؟ مين هيمسح لك؟ مين هيطبخ لك؟ هموت لو قعدت لوحدي. مش هموت والله عادي. ليه وانت مش عارف ابنك ان انا معلماه كل كبيره وصغيره يعمل ايه ويسوي ايه، عشان لو جه يوم زي ده وغرت في 60 داهيه يعرف يعمل كل يعني حاجه. عايزاه يعيش عازب طول حياته؟ لا يا حبيبي ما يعيش عازب، واحده تروح و10 يجوا. يا دي ال10 بالله عليكم يا جماعه، ما حدش يتكلم معايا في موضوع الجواز ده دلوقتي خالص. ماشي يا ضنايا ماشي. انا ما حدش يتكلم معايا في موضوع الجواز، عشان بص البت دي قفلتني على الصنف بتاع الحريم كلها. انت هتاكلنا ايه طالما من البيت ما فيهوش زوجه؟ هناكل ايه بقى؟ هناكل من السوق يا باشا؟ ده انت يجيلك الاكل لحد عندك ديليفري. ما نشوف يا اخويا. هو كلام. هو انت ايه كل همك على بطنك؟ مش همك اللي حصل ده كله؟ ما يعوضنا على الكام زياره اللي اتطردناهم. لا معلش ابوك ده هتلاقي جاي بس من المشوار وتعبان وكده على طول فاضيه عشان العلاج وكده. معلش بس فاضيه مين ومليانه مين. بس هو يابا بصراحه انا بعتذر لكم على اللي حصل. لا خلاص بجد. عايز نسامحك، لو جبت لنا اكل حلو هسامحك. قلت لك راجل بتاع بطنه ما بيسترجعش. عايز فتة كوارع وشوربه وحاجات حلوه بقى كتير من دي. بسم الله ما شاء الله. ماشي. وانت هتاكلي ايه يا ام؟ يا حبيبي اللي تجيبه ده هتلاقي سندوتش طعميه عشان متعود عليه. لا مفطوم على الطعميه. خلاص ماشي، انا هروح الحق انا اجيب لكم الاكل واجي لكم على طول، مش هاخر. ماشي يا حبيبي. بيتكم بصوا عيشوا يا ابني. لا مش هتاخر عليكم. بص البيت بيتكم، بقول لكم ده بيت ابنكم هو بيتكم. انا بهزر يا هدى. بتهزر ايه يا علي؟ هو انت فاكره ان انا جعان؟ لا يا حبيبي انا بضحك معاه والله. انا عارفه ان انت مش ولا عايز اي حاجه ابدا. انا عايز سعادته. هو انا مش عارفاك يا علي. طب خلي بالك بقى في موضوع انا كنت عايزك فيه. قول يا سي علي. انا الاوان بقى اتجوز شفيقه بنت عمه، ايه رايك فيها؟ الواد لسه مطلق، ما تكتبش على نفسه، خليه يتهوى. مؤدبه ومهذبه ومنه، مش هتطمع فيه. بقول لك ايه يا علي، انا فكره الجواز دي بصراحه بتخنقني. خليك قاعد مع نفسك، انا رايحه المطبخ اعمل كوبايه كوفي ميكس.